أنا هيثم عبد القادر. في الحلقة دي هنكمل مع بعض خطوات الويت جرانيوليشن. خلصنا مرحلة دراي ميكسنج، ودلوقتي هنبدأ واحدة من أهم مراحل الويت جرانيوليشن، وهي مرحلة رش المحلول بايندر سولوشن سبراينج. لكن هنا بيظهر سؤال مهم، ليه مش كل المستحضرات بنستخدم لها نفس محلول الرش؟ وليه في مستحضرات بنستخدم أكيوس سولفنت؟ بنستخدم أكيوس سولفنت كمذيب أساسي بيساعد في تنشيط الروابط بين جزيئات البودرة للحصول على حبيبات متماسكة. طيب، في مستحضرات تانية بنستخدم أورجانيك سولفنت؟ أورجانيك سولفنت يستخدم كمذيب مساعد عشان بيسرع عملية التجفيف، لأنه بيتطاير أسرع ويقلل وقت التجفيف، وبيحمي المواد الفعالة الحساسة للرطوبة، ويساعد في إذابة المواد التي لا تذوب بالكامل في الماء، ويكون توزيعه متجانس دون تكتل. وليه أحيانا بنختار HPMC أو PVP كمادة رابطة؟ بنستخدم HPMC ليه؟ عشان بيمنح المحلول اللزوجة والقوة الكافية لربط الجزيئات الصغيرة وتحويلها إلى جرانيولز قوية وتساعد في التحكم في معدل الذوبان. طب PVP خليني أقول لك إنه مصنف من أفضل مواد الرابطة الجافة Excellent Binder. بيدي قوة ربط عالية جدا حتى ولو بتركيز قليل، سريع الذوبان في الماء والكحول، وده بيساعد في مرونة المحلول وتعمل عليه تظبيط قدرة البودرة في compressibility وفلوابيليتي. ده هيحسن أدائها على مكانة الكمبريشن، فنقدر نضغطها بكفاءة أعلى. خلصنا كل خطوات المحلول وجهزنا للشغل، نيجي بقى لأهم خطوة، وهي هنرش قد إيه. وهنا لازم أعمل معايرة البامب قبل ما أشتغل على نفس الكميات المطلوبة عندي في فورميليشن، ولازم أكون متأكد إن المحلول ما فيهوش اير بابلز. طيب، هنشغل البامب لمدة دقيقة بالظبط، وبعدها هنحسب المعدل المستهدف عشان نتأكد من الدقة. السائل بيخرج بمعدل ثابت، والآن نجمع الكمية في البيكر. بعد الدقيقة هنقيس الحجم ونحسب المعدل، وبكده بكون جاهز للعجن. طبعا احنا عارفين ان في انواع كتير لبايندر، بس احنا اتكلمنا عليه اكتر نوعين بستخدمهم في جرانيوليشن. وبكده نكون خلصنا تجهيز بايندر سولوشن، وتأكدنا من معايرة البامب وضبط معدل الرش قبل بداية التشغيل. كان معاكم هيثم عبد القادر، اشوفكم في الحلقة الجاية بإذن الله.